يا صباح الورد والهنا على كل حبايبي الأهلوية والزملكاوية والحكام وكل الرياضيين عموما يعني. النهاردة الحلقة بتاعتنا في يوم مهم، يوم عالمي 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 يعني. النهاردة في اذبح يا زكي قدرة، قال له اذبح يا زكي قدرة، قال له اذبح يا زكي قدرة. النهاردة عندنا الماتش الأولاني الأهلي وسيراميكا الساعة 5. إن شاء الله الأهلي يذبح يا زكي قدرة، فيبقى الساعة 5 و5 بونت فرق قبل ماتش الزمالك وبيراميدز، ويركب الأهلي الدوري ويدلدل رجليه وهو مرتاح ومكبر راسه. ده بسم الله الرحمن الرحيم. التانية عندنا الماتش التاني، اتنين هيقعدوا يضربوا بعض بالقلم، يديله قلم من عيادي التاني يرد له القلم. لما كنا اصحاب وحبايب، ما كنا بنروح نشتكي مع بعض، كنا عاملين كومبينة مع بعض. لا ده احنا النهارده وقعنا في بعض. الزمالك وبيراميدز. يا حي يا قيوم الطف فينا، هنتفرجوا النهارده على ايه؟ لصباح الباكر يا بلطفي، لصباح الباكر يا بلطفي. نقعدوا نتفرجوا على الزمالك، ممكن ما يلعبش كونفدراليه، بيراميدز خلاص حط رجله مع الاهلي كده ان شاء الله في دوري الابطال. اما الزمالك يا الله اعلم بيه يعني، يمكن يرجع ورا خالص خالص، لا طوله كونفدراليه ولا دوري ابطال، عشان النفوس الوحشه. دايما اشجع ضد الاهلي ضد الاهلي ضد الاهلي ضد الاهلي. طب ما انا موافق يا عم اشجع ضد الاهلي، بس ضد الاهلي لما يكون في الدوري لمصلحتك شجع ضده. ما تقعدش تنكر بطولاته. النادي الاهلي من اكبر انديه الدنيا واكثرها حصولا على البطولات. تتكلم ما تتكلمش انت براحتك. هنتفرج النهارده للصباح الباكر عن مذبحه في ماتش الزمالك وبيراميدز. احنا اتكلمت في النقطتين دول بسرعه لراحتي الحمد لله كده من جواين. ان شاء الله الاهلي يكسب ماتش سيراميكا، ولعيبه الاهلي النهارده العب وقاتل في الملعب، وما يبقاش عندك الثقه الكامله انك كسبان الا وقت ما تلاقي نفسك كسبان 3 4. يبقى قلبك ارتاح للماتش، قلبك ارتاح للي جاي، بقى فاضل لك خطوتين تبقى انت ماشي كويس وماشي صح. رسالة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي: من فضل حضراتكم، ساير الأيام دي كلام كتير في الإعلام وفي كل مكان، مدرب أجنبي خوسيه روميرو مش عارف إيه عجانيل أي اسم أجنبي، المهم يبقى فيه اسم أجنبي في النادي الأهلي. هو ليه دلوقتي الكابتن عماد النحاس الحمد لله مش كويس جدا جدا جدا، والفرقة رجعت زي زمان زي ما قلت قبل كده، بنكسب بالأربعة وبالخمسة، وبتكسب وانت قاعد تتمتع بتتفرج بتتمتع. ولو حصل حاجات بيحاول يعدلها بسرعه هو والجهاز اللي معاه، كابتن محمد يوسف وكابتن محمد شوقي. ناس يا جماعه كانت لعيبه الكوره جامده، الثلاثه لعيبه الكوره جامدين قبل ما يبقوا مدربين، الثلاثه خبرات عاليه في الملعب يا جماعه، دول تمنهم غالي. اسيب ثلاثه بالوضع ده شغالين مع بعض واروح اجيب واحد يتحكم في كل شيء؟ واحنا ليه برضه نرجع نقول عقده الخواجه ليه؟ ولا انا عايز اعرف، هو ورا مجي الاجانب دول اكيد في حد بياكل عيش؟ ما هو مش ماشي الا كده. ما هو اصل احنا معانا مدرب ماشي بالفرقه كويس، كاست تمام التمام، وعايز امشيه واجيب واحد الله اعلم يبقى حاله ايه. ما سيب اللي ماشي كويس، ما سيبوهم يا جماعه، سيبوهم يروحوا كاس العالم. هو لازم اجيب ريكاردو مش عارف كاكا وريكاردو باكا وحد المهم يبقى اسم اجنبي موجود؟ ليه؟ انا مش عارف. يا كابتن خطيب يا مجلس اداره من فضلكم، والله انا لا تبع عماد النحاس ولا تبع محمد يوسف ولا محمد شوقي، وما يعرفونيش، محدش يعرفني بيهم، ولا انا اتقابلت واتشرفت بيهم. بس لا، ارجوكم، الكابتن حسن شحاته اطال الله عمره خد بطوله افريقيا كام مره؟ عملها معاك كام اجنبي؟ مفيش. انا بديك مثلا ده مدرب منتخب مصر، بنجيب الاجانب في ايده يختار من هب ودب، لكن ما بيعملهاش الا المصري. فخليكم مع المدرب المصري لو سمحتم، ما تغيروش الجهاز، سيبوا الدنيا فيها استقرار، سيبوهم يروحوا بالفرقه كاس العالم، وان شاء الله يعملوا نتائج كويسه جدا، وان شاء الله نلاقيهم في الادوار النهائيه في كاس العالم. ما تغيروش الجهاز، مش عايزين اجانب،
وفر دولار يا عم، وفر دولار يا عمي، وفروا للفرقه وللعيبه. ليه تعبين نفسنا؟ حاجه تانية عايز اتكلم فيها والناس كلها بتتكلم فيها، طلع الايام دي برضو موجه ناشئين الاهلي ضعاف. لا يا كباتن، لا، ناشئين الاهلي مش ضعاف يا كابتن محمود. انتوا معاكم كنوز تحت، كنوز تحت في ناشئين الاهلي. ما كانش طالع محمد عبد الله، ما كانش طالع من زمان متعب، ما كانش طالع حسام حسن، ما كانش طالع ابراهيم حسن. يا كابتن من فضلكم، عندكم في ناشئين الاهلي تحت باكات ليفت على اعلى مستوى، هفات على اعلى مستوى، يعني باكات بيلعبوا ورا مساكين، يعني في مراكز اللي ورا على اعلى مستوى. انت ليه تروح تجيب من بره؟ تطلع الناشئ بتاعك اعاره سنه واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين تدور تجيبه. قال يعني هو كده بيدوس في الملعب؟ طب ما يدوس مع فرقته. هي يعني البطوله اللي معموله كاس الرابطه، بنشوفهم فيهم دول ضعاف. لا مش ضعاف يا كباتن، مش ضعاف. ما تجيبش ناشئ تلعبوا ضد لاعب فريق اول، مجموعه ناشئين كامله بيبقوا قلقانين وخايفين انما لما حضرتك تجيب منهم واحد واثنين وثلاثه تنزله مع الفرقه الكبيره وتديله فرصه وتدعمه وتقف في ظهره، ماتش التاني التالت يقف على رجليه تكسبه وتوفر ملايين. امال القطاع الناشئين ده معمول ليه يا جماعه؟ حرام. بصوا للناشئين تحت من فضلكم، من فضلكم تروحوا تجيبوا من تونس ومن المغرب ومن السنغال ومن اليابان. ليه يعني؟ ما عندي اللعيبه بتاعتي تحت انا مربيها على ايديا وعارفهم. ليه ما ثقش في اللي عندي؟ هو اصلا متربي على نهج النادي الاهلي ان لازم اكسب، اني ما بلعبش على مكسب. هو على نفس الروح والمنطق. من فضلكم اهتموا بالناشئين، من فضلكم خليهم نصب عينيكم الاثنين وما تستغنوش عنهم، ما تضيعوهمش. النادي الاهلي يا جماعه جواه اللي بيطلع منه ناس بره بيبقوا نجوم، بيبقوا نجوم. انتوا ليه تسيبوهم؟ ليه تضيعوهم من ايديكم؟ يعني الواحد يعني اخدت كلمه شويه دول كده على السريع. الناس بقى تطلع تقول لك صفقات صفقات صفقات. يا عم على عيننا وراسنا، واحد مثلا، طب اتنين. انما انا اروح اجيب 10 وتاني مقعد حسين الشحات على الدكه، بن شرقي اللي جبته قعده على الدكه، زيزو جاي، طب هقعد له مين؟ وكويس ان انا بقى عندي سكواد قوي، ده شيء كويس، كويس. منافسه وتنافس بين لعيبه كويس، بس احيانا ده بيعمل احباط للعيبه تانية، مش بيعلي منهم ويعلي من هممهم، مش بيعلي منه ويخليه يقاتل في الملعب. لا ده انا جايبين لي واحد هيقعدوني على الدكه. حضرتك كنت لعيب الكوره عارفين، في لعيبه نجوم لما بيتعمل كده يجي له واحد عشان يقعده وبيقل مش بيعلى، مش بيقاتل. بيقول دول راموا طوبتي عايزين يجربوا بالبلدي كده عتبه جديده يعني. مش نافع الكلام ده. صباح الورد والفل والياسمين على كل الاهلاويه. كل فيديو اعمله بنسى اقول لاخواتي اعملوا لي لايك، اعملوا لي شير. لا حد بيعمل لي لايك الا قليل يعني، عشان بس ما، ولا حد بيعمل لي شير الا برضه قليل. يا جماعه يعملوا لي لايك، يعملوا لي شير، ساعدوني، ساعدوا صوتي يوصل للناس تسمعه. وشرف ليا انكم تعملوا لي لايك وتعملوا لي شير. السلام عليكم.